ميكروفون. سيادة الرئيس، هل توصلتم إلى تفاهم تام بالنسبة للتعامل مع مسألة القضاء على المشاكل مش مجرد الإرهاب في سوريا؟ Ich frage auch die deutsche Bundeskanzlerin, sind Sie mit Präsident el-Sisi وصلتم فخامة الرئيس السيسي إلى اتفاق حول معالجة ملف الإرهاب في سوريا التي تعبر مكافحة الإرهاب أو تعبر إطار هذا الإطار؟ هل هناك تباينات بينكم وبين فخامة الرئيس المصري فيما يخص الملف السوري؟ احنا دايما عندنا توافق مع كل الجهود اللي ممكن تتبذل عشان ايجاد حل للازمات اللي موجوده في المنطقه، واحنا لينا موقف واضح من الازمات اللي موجوده ديت مبني بمنتهى التجرد كده على قيم مصريه، هي عدم التدخل في شؤون الاخرين وعدم السماح للجماعات المتطرفه بانها تاخد مكاسب في اي دوله من الدول اللي بتعمل فيها، وان احنا ندعم الجيوش الوطنية لاستعادة الدولة الوطنية. اللي احنا شايفينه في المنطقة ده هو عبارة عن السماح للجماعات انها تقوم بجهد او بعمل ضد الدولة الوطنية، واحنا بنتكلم على 6 سنين من الدمار والخراب في الدول اللي بنتكلم عليها سواء كان في ليبيا او في سوريا او في دول اخرى. فاحنا في مصر موقفنا واضح واحنا لينا 5 نقاط بنأكد عليهم، وتقريبا هم مش هيختلفوا عن ليبيا كتير. احنا بنتكلم على وحدة الأراضي السورية، بنتكلم على اتفاق سياسي لحل هذه الأزمة، بنتكلم على ان ما يبقاش فيه نترك الشعب السوري بعد كده عند الوصول إلى حل أسير لأيدي الجماعات الإرهابية المسلحة، ثم إعادة إعمار سوريا. الدولة دي اتدمرت خلال ال6 سنين اللي فاتوا. لو احنا ما قمناش بجهد كبير في إعادة إعمارها مرة تانية، أنا أتصور إن إحنا ما حلناش المسألة. بشكل أو بآخر الموضوع ده موجود في ليبيا، بشكل أو بآخر. الدول اللي بتدعم الإرهاب في المنطقة يجب أن ترفع أيديها عن ذلك، ويجب أن يكون موقفنا كلنا موقف واضح وحاسم، ويبقى لنا وجه واحد في التحدث أمام العالم في هذه المسائل. شكرا.